تبقى الحقيقة زلزالا يهز عروش الطغاة، حتى لو بقي رجل واحد يصدح بالحقيقة، حتى لو كان رجل واحد هو الذي يقف أمام عروش الطغاة وليس عرشا واحدا، حتى لو بقي فينا رجلا واحدا يصدح ويقول هؤلاء فجر، تبقى الحقيقة مصدر الرعب لهؤلاء الطغاة. كل اللي مطلوب كل اللي بيتعمل، كل مئات الملايين التي تصرف في العالم العربي عشان الناس تنسى فكرة أنهم في لحظة كانوا أحرارا. الحكاية هي الفكرة، يتحالف الكل لقتل تلك الفكرة. تدبروا تلك الكلمات جيدا. خلونا نبدأ بما حدث في الصين والقبض على الرجل الثاني في الصين، حرفيا الرجل الثاني بتهمة تسريب أسرار نووية. الصين قبضت على تشانغ شوشيا اللي شايفينه قدام حضراتكم، وهو أعلى رتبة لضابط في اللجنة العسكرية المركزية المشرفة على القوات المسلحة الصينية، واحد من أهم الشخصيات في الصين، نجل الجنرال البارز تشانغ سو نوغشون، أحد قادة الجيش الأحمر. تشانغ شوشيا بلا أي نزاع الرجل الثاني في الصين. السؤال اللي بيفرض نفسه في تلك الساعات، وهكذا يحاول المحللون استقراء الوضع، محاولة انقلاب ولا رئيس الصين بيتخلص ممن يستطيع منافسته للوصول للسلطة؟ الاتهامات التي يواجهها الرجل الثاني في الصين اتهامات خطيرة جدا، منها تسريب الأسرار النووية. قائمة اتهامات خطرة بحق الجنرال الصيني يوشيا. ايه الاتهامات؟ كشفت وول ستريت جورنال عن قائمة اتهامات خطرة تواجه الجنرال تشانغ يوشيا، أحد أعلى القادة العسكريين في الصين. اتهامه بتسريب معلومات حساسة عن الأسلحة النووية الصينية للولايات المتحدة. الاتهامات التي لم توجه رسميا حتى الآن تتضمن أيضا تلقيه رشاوى لمنح رتب عسكرية رفيعة. ومن بين الاتهامات الأخرى التي خضعت تشانغ للتحقيق بشأنها تشكيل تكتلات سياسية داخل الجيش، ما من شأنه بناء شبكات نفوذ تقوض وحدة الحزب الشيوعي. كما طالته اتهامات فساد عن طريق دوره في الإشراف على هيئة قوية مسؤولة عن البحث والتطوير وشراء المعدات العسكرية، حيث يشتبه في تلقيه مبالغ مالية ضخمة مقابل تسيير ترقيات داخل منظومة المشتريات العسكرية الصينية. وأوضح التقرير أن بعض الأدلة جاءت عن طريق المدير العام السابق لشركة الصين الوطنية للطاقة النووية جوجون، الذي أعلنت بكين مؤخرا فتح تحقيق بحقه للاشتباه في ارتكابه انتهاكات جسيمة لانضباط الحزب وقوانين الدولة، في وقت تحدثت تقارير غربية عن شائعات حول ترتيب محاولة انقلاب قبل فترة. المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قال إن قرار الحزب التحقيق مع تشانغ يعكس نهج القيادة الصينية والذي لا يتسامح مطلقا مع الفساد. في ظل التحقيق مع الجنرال تشانغ لم يتبقى في اللجنة العسكرية المركزية سوى عضوين، الرئيس شي والذي يترأس الهيئة، والجنرال تشينغ مين المشرف على حملات التطهير العسكرية. وقد دي بقى أخطر جملة، ده اللي بيخلينا نتساءل انقلاب أم خيانة. وقد أقصي جميع القادة العسكريين الستة الذي عينهم تشي في اللجنة سنة 22، ولم يرقى الجنرال اللي فاضل مع الرئيس الجنرال الوحيد، ولم يرقى الجنرال تشينغ مين إلى عضوية اللجنة إلا العام الماضي. الملفت للنظر أن اختفاء تشانغ جاء بعد لقائه مع الرئيس الروسي، واللي كان أجرى محادثات فيها مع بوتين. اختفى بعد ذلك اللقاء. The ministry said on Saturday, in what is Beijing's highest profile purge of the top brass to date.
Zhang Youxia is being probed over suspected serious violation of discipline and law, the ministry said. He has not been seen in public since November, when he held talks with Russia's defense minister in Moscow. تشانغ يوشيا كان دائم الزيارات لروسيا، زيارات معلنة وغير معلنة، لكنه كان بيزور روسيا وبوتين وبينسق معاه، ودي واحدة من تلك الزيارات المعلنة. الصين بتلقي القبض عليه بشكل مفاجئ وتزيد التكهنات عن دور بوتين في ذلك الموضوع، مش واضح إلى الآن. Foreign modernizer was widely seen as President Xi Jinping's closest military ally. The 75-year-old was Xi's second in command as vice chairman of the Central Military Commission. Foreign diplomats and security analysts are watching developments closely, given Zhang's closeness to Xi. هذا المشهد بيحدث في نفس الوقت المتزامن مع التقارب الكندي الصيني، وترامب اللي هدد بفرض جمارك 100% على كندا. كندا الهجوم الترامبي خلاها ترتعش. خلينا بس نركز في شيء مهم جدا. ترامب بيعتمد على الهجوم العنيف